الجراند ماستر احسن رتبه ممكن توصل لها في لعبه فري فاير. طبعا انت كلاعب فري فاير هيواجهك شويه صعوبات، وبالذات لو انت في سيرفر مين زي الخنازير والهكرات والمبربرين والخ. بس بعد ما تشوف الفيديو دوت الحوار هيختلف معاك على الاخر. بعد ما كنت بتخسر كل جيم على الصفر هيخليك انت تكسب كل جيم على الصفر. بس طبعا قبل اي حاجه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان عايزين نوصل 10000 مشترك في اقرب وقت. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. قبل اي حاجه هنتكلم في الفيديو دوت على الكريش سكواد بس، فلو انت عايز حلقه للباتل رويال انزل دلوقتي اكتب لي في التعليقات وانا ان شاء الله هعمل لكم واحده ثانيه. اول حاجه هنتكلم عليها هي الشخصيات، وطبعا لو انت معاك سكواد هيسهل لك جدا الحوار دوت، انما لو انت بتلعب لوحدك فانت هتضطر تعمل شخصيه فيها كل ميزات الشخصيات اللي انت بتحتاجها مع السكواد. يعني انت في السكواد بتحتاج واحد قناص وواحد بيبربر وواحد بيدي هدات وواحد بيصحي. كل الحاجات ديت موجوده في 4 شخصيات بس. اول شخصيه وهي الشخصيه النشطه وهي ديمتري، ولو معاك ريفايفر او حد هيصحيك يبقى استخدم ووكونج. وتاني شخصيه معانا الغنيه عن التعريف وهي سونيا. انا عارف ان ممكن حد يقول عليها ان هي اي كلام، بس هي مهمه قوي لانها بتديك فرصه 3 ثواني ان انت تديله هيد شوت، وزي ما انت شفت في اللقطه ديت. تالت شخصيه معانا وهي شخصيه ليون. على قد ما الشخصيه ديت مظلومه بس هي مهمه جدا، لان ببساطه لو عدو دمجك وجريت منه فبكده هتهلسك 40 غير اللي انت هتهلسه طبعا. يعني انا بستخدمها ولما حد يدمجني باليوم 150 بهلس مره واحده بس ويكون الدم اكتمل. فالشخصيه ديت مهمه جدا. وخامس شخصيه معانا وهي من اختيار. انا عن نفسي احيانا بستخدم رافائيل عشان القوم يعني، واحيانا الفارو عشان لما بضرب قنبله بيقسمها لاربعه. وتاني حاجه نتكلم عليها وهي الاسلحه. فتعال اقول لك على حركه صايعه انا بعملها وهتفيدك جدا. الحركه ان انا لما ببدا جيم كلاش ما بستخدمش السلاحين دول، او بمعنى الصح بحوش العملات. هتقول لي ايه ده، ما انت بتلعب بايه في اول جوله؟ تعال اقول لك انا بلعب بايه. بص انا باختصار بقعد اجري مع السكواد اللي انا اعرفه او اللي انا ما اعرفوش، المهم يكون معاهم اسلحه، واقعد ادمج 10 في 20 بالسلاح الصغير دوت، 10 ولا 20 ورا 20 ورا 20 هكون جمعت 200. المهم هم يقعوا نوك اكيد، وبعد كده اخد منهم سلاح وابدا بقى المعركه. واسيبكم مع اللقطه ديت. أحتاج إلى جدار. دبل كيل. وزي ما انتم شايفين جبت الجوله بكل سهوله وانا معيش سلاح. كده طبعا هكون محوش من الجوله اللي فاتت فهيكون معايا فلوس كتيره، فكده انا الوحيد اللي في السكواد معاه سلاح عليه القيمه يعني. واهم حاجه تختار سلاح دمج عالي زي البي 90 او الام بي 40 او اليوم بي. وطبعا لو انتوا كلكم متوا مفيش غير صاحبك الوحيد فانت لازم تشجعه، يعني تعملوا لايك وتعملوا ايموجي التسقيف دوت عشان تشجعه يعني. شكله هيعملها ولا ايه؟ وطبعا اهم حاجه في فري فاير والكراش سكواد عامه هو البنج، فعشان تحل مشكله البنج هسيب لك لينك الفيديو في الوصف. وبس كده هي دي نهايه الفيديو. لو طبقت كل اللي انا قلته في الفيديو دوت في كراش سكواد صدقني هتطلع ماستر في اقل من يومين. وبس كده ما تنساش تعمل لايك وفولو، ويلا بيس.